بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رسالة سلام. ما زلنا مشاهدي الأكارم نسرد ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبغضه. وكنا في الحلقة الماضية قد قدمنا بمقدمة عن ما يبغضه صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض الأمور التي كان يبغضها صلى الله عليه وسلم ويكرهها. وتواصلا واستمرارا لهذه الأمور التي يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الابتعاد عنها وعدم التخلق بها، استكمالا لذلك نذكر أيضا مما يبغض النبي صلى الله عليه وسلم الاسم القبيح. الاسم القبيح من السنة أن الإنسان إذا رزق بمولود أن يسميه في اليوم السابع، يحلق رأسه ويتصدق بوزنه نواة ذهب ويسميه ويعق عنه. والسنة في التسمية أن يختار له الاسم الطيب. في زمن الجاهلية كانوا يسمون الناس بأسماء طيبة وبأسماء غير طيبة، بأسماء قبيحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير هذه الأسماء القبيحة الغير طيبة. ومن ذلك ما رواه الأئمة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح، ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا الحديث يؤكد لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير ولا تؤثر فيه الطيرة، والطيرة ستأتي معناها وما المقصود بها، ولكن هناك شبه بين الاسم الطيب والاسم القبيح، وبين فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم الطيب وكراهية الاسم القبيح. فكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به. وهذا أمر يبدو والله أعلم أنه مرتبط بالقضاء والقدر. لذلك أخذ العلماء من مثل هذه النصوص أن القدر موكل بالمنطق، أن القدر موكل بالمنطق. فإذا كان اسم العامل هذا العامل المقصود به المسؤول المندوب الرسول الذي يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضية ما من القضايا، فإذا كان قد وقع الاختيار في اسم عامل طيب فرح
النبي عليه الصلاة والسلام ورؤي ذلك في وجهه. وإذا كان اسمه غير طيب كره ذلك ورؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة قد يكون له كما قلت لكم أثر في القضاء والقدر. وهكذا كان عليه السلام إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها فرح، وإن لم يعجبه اسمها كره، وفي كلا الحالتين رؤي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا مشاهدي الأكارم أمر مهم، وهو لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة الوجه. لغة الوجه ولغة العينين بارزة في أفعاله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة. فكثيرا ما يمر بنا أن إذا فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرت أسارير وجهه، أو قالوا فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤي ذلك في وجهه. وإذا غضب صلى الله عليه وسلم وكان لا يغضب إلا لله رؤي ذلك أيضا في وجهه. فسبحان من جعل للوجوه وللأعين لغة يفهمها كل الناس، حتى الطفل إذا كان قد فعل شيئا طيبا رأى الفرحة في وجه أبيه أو في وجه أمه فيعلم أنه سيكافأ مكافأة طيبة. وإذا فعل شيئا كريها أو مضرا فإنه يرى ذلك الغضب في وجه أبيه أو في وجه أمه، فينتج ذلك عنه الخوف أو الفزع أو يتقدم بالاعتذار. وهذه السنة هي ظاهرة في أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذات يوم أرسلت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة إلى منزل عائشة رضي الله عنها، فلما دخل العامل وقدم الطعام غارت أم المؤمنين عائشة وضربت يد العامل فكسرت القصعة يعني سقط الطعام على الأرض في محضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي الكراهية في وجهه، فقالت أم المؤمنين عائشة: ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: طعام كطعامها وقصعة كقصعتها. فجميل أن يأخذ الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فأحيانا يكتفي الإنسان من الكلام والتوجيه، من التوجيه بالكلام يكتفي بأن يظهر على وجهه الفرحة إذا كان مفرحا أو الغضب إذا كان مغضبا. هذه هي من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن القيم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه الاسم القبيح ويكرهه جدا من الأشخاص والأماكن والقبائل والجبال، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الاعتناء بذلك. سبحان الله، هذه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء
مرتبطة بها حتى كأن معانيها مأخوذة منها، وكأن الأسماء مشتقة من معانيها. فتأمل قوله: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. هذا قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في أعتقد في زاد المعاد، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو. فتلاحظ أن كما قلت لكم الاسم يعني منطقه مقدر بالقدر. الاسم، فمن كان اسمه مثلا علي فهو يكون دائما في العلو، ومن كان اسمه سامي فتجد اسمه في السمو، ومن كان اسمه مثلا حزن فدائما تجده حزين كئيب. شوف نكمل. يقول: وقوله لما جاء سهل بن عمرو يوم الصلح: لقد سهل لكم من أمركم. هذا الحديث سهيل بن عمرو في غزوة الحديبية كان قد جاء قبله رسل يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا إلى حل، فبعثت قريش رجل اسمه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو أو إخواني أخرجه الإمام البخاري أثناء حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية عن عكرمة مرسلا، وله شواهد. انظر الفتح الجزء الخامس 243. القصة طبعا معروفة وليس هو حديثنا اليوم، يعني عن قصة صلح الحديبية وأن الصحابة غضبوا وحصل ما حصل. الشاهد أنه متى حصل الصلح؟ لما أرسل سهيل بن عمرو، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاسم الفأل الطيب، أخذ الفأل الطيب. في الحقيقة يعني حتى أحيانا أنت لما تتزوج امرأة يعني حاول أن تحصل على اسم طيب تتفاءل باسمها. فإذا كانت مثلا اسمها يعني سعدية فتسعد بها، وإذا كان اسمها مثلا جوهرة فتكون كاسمها، لها اسم من الغلاء والسمو. يعني الجوهرة هي الشيء الثمين. وإذا كان اسمها مثلا منى فإنك تتفاءل باسمها لأنك تحصل المنايا والخير. وهكذا إذا كان اسمها بشائر فتحصل من اسمها أيضا البشارات، وتأمل منذ أن تتزوجها وتحل عليك البشارات تلو البشارات. وهكذا اسم منال، واسم خيرية، واسم سعاد، يعني هذه الأسماء الطيبة من الزوجات. كذلك أيضا الأسماء الطيبة للأبناء، فإذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. عبد الله تكون هذه الاسم هذا يكون عبوديته لله عز وجل، فهذه من أحب الأسماء إلى الله. وعبد الرحمن أيضا، فيكون هؤلاء الأبناء قلوبهم متجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني جميل اسم ريان، واسم ملك، واسم. نذكر جملة كثيرة من الأسماء الحقيقة الواحد يعني يتفاءل بها. حتى اسم شفاء، يا سلام، اسم جميل، شفاء. وأيضا من الأسماء كذلك الجميلة، يعني كنت أستغرب أن من أسماء الجدات لحظة أتذكر، سبحان الله في بالي اسم جميل هو يعتبر من أسماء البنات اليوم، يعني اللهم حذر قلوبنا، نسيت، سأتذكره إن شاء الله. انظر إلى قصة الإمام العالم الكبير التابعي الجليل سعيد بن المسيب.
فيه حديث بهذا الخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ اسمع. قال الإمام ابن القيم يقول: وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء في مسمياتها فتأمل حديث سعيد بن المسيب، وليس ابن المسيب، ابن المسيب بالفتح، عن أبيه عن جده قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. الله المستعان. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا، رواه هذا الحديث الإمام البخاري. وأعجب من هذا، يعني هذا شوف تعليق الآن على الإمام ابن المسيب يقول: وما زالت الحزونة فينا، يعني دائما هذه العائلة حزينة، ما إن يعني يخرجون من حزن إلا ويدخلون في حزن آخر، تمر بهم الأحزان تلو الأحزان تلو الأحزان، وذلك لعدم استجابة جدهم إلى توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نبي عظيم كريم، أوامره ونصائحه كلها حق، ولذلك لما يقول أنت سهل كان المفترض يقول: نعم الله ورسوله أعلم، نعم يا رسول الله، ما تقوله يمشي وما تأمر به يمشي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة يعني الأحوال المدنية. الآن أنت إذا أردت أن تذهب لتحول اسمك تحتاج إلى أن تذهب إلى الأحوال المدنية، فيقولون لك يعني أنشر اسمك في الجرائد ومواقع السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وانشر في القنوات الرسمية للدولة حتى لا تكون تغير اسمك وتغش الناس. وكان لي صديق حبيب كان اسمه نصراي، فغير اسمه إلى عبد العزيز، ونعم الاسم، عبد العزيز اسم جميل، ونصراي أيضا اسم جميل. لكن إخواني بعض الناطقين لهذا الاسم يعني كانوا ينطقونه نطقا خاطئا، فكان يتأذى من ذلك هذا الصديق العزيز، فغير اسمه إلى عبد العزيز من نصراي. نصراي بمعنى نصر ونصر تجمعهم، ما يصبح عندك نصراي، وهو إضافة إلى النفس. وأصح ما نطق به ونحن طلاب الشيخ أبو بكر الجزائري، لما سأله وأنا بجنبه قال: ما اسمك؟ قال: اسمي نصراي. قال: نصراي يعني اثنان من النصر. وبعض المشايخ والعلماء الله يغفر لهم ويعفو عنهم كانوا ينطقونه نطقا غير جيدا، فغير هذا العزيز الأخ الطيب الله يذكره بالخير أبو عبد الله، سمى اسمه عبد العزيز. كلفه ذلك مشاهدي الأكارم إلى أن يعلن في الجرائد ويغير اسمه في الجهات المختصة ويقدم أوراق. تعب والله، لكنه فاز في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا إليكم. روى الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عجبا، هذا الأثر عجيب، وقد استشكل أو استشكله بعض العلماء.
أعيد لكم الأثر مرة أخرى. قال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال لرجل: ما اسمك؟ فقال الرجل: جمرة. أعوذ بالله، شوف اسمه جمرة، والجمر هو النار. فقال عمر: ابن من؟ فقال الرجل: ابن شهاب. والشهاب أيضا النار، هو شهاب الشهب، شهاب فرد شهب، والشهب هي الكواكب أو النجوم، جزء من النجوم التي يرمى بها يعني الشياطين، فهي نار حقيقة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. أعوذ بالله. قال: ممن؟ يعني المنطقة. قال: من الحرقة، يعني حتى البلدة التي يسكنها اسمها حرقة، أو أن هذا الرجل يستهبل. فقال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. شوف، المدينة اسمها الحرقة والحي اسمه بحرة النار، نسأل الله العافية والسلامة. فقال: بأيها؟ يعني إذا كانت حرة النار هذه حي كبير وهو مجزأ إلى أحياء صغيرة، يسأل عمر: بأيها؟ فقال هذا الرجل: بذات لظى، نسأل الله العافية والسلام. ولظى اسم من أسماء النار، نسأل الله العافية والسلامة، في سورة الحاقة لظى، أو في سورة المعارج يبدو لي. الشاهد أن هذا الرجل، هذه يعني كلماته كلها تدل على نار في حرقة. فقال له عمر: أدرك قومك أو أدرك أهلك فقد احترقوا. وفعلا ذهب الرجل فوجد أن أهله قد احترقوا كما قال. فقالوا يعني استشكل هذا من لم يفهمه، وليس بحمد الله مشكلا. فإن يعني مسبب الأسباب جعل هذه المناسبات مقتضيات لهذا الأمر. هذا توجيه بعض العلماء أن هذا الموضوع حينما قال له: أدرك أهلك فقد احترقوا، قالوا أن القدر وافق كلام عمر، أن القدر وافق كلام عمر بن الخطاب، فوجد الرجل قد احترق أو قد احترق أهله، وبالتالي يكون هذا من توافق القدر، لا لأن عمر يعلم الغيب أو أن الله قد أطلعه على ذلك. وهذا والعياذ بالله من شؤم الأسماء، نسأل الله العافية. بعض الناس اسمه متعب ابن فلان، تجده دائما متعب، للأسف في الغالب تجده متعب في النقاش، متعب في الجدال، هكذا اسمه. ولو غير اسمه إلى اسم أفضل من هذا لكان قد يعني وافق السنة النبوية الكريمة. قالوا: ولما نزل الحسين وأصحابه بكربلاء، حسين بن علي بن أبي طالب بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل عن المنطقة فقيل له كربلاء، فقال: كرب وبلاء. فقال: كرب وبلاء، نسأل الله العافية والسلامة، فقتل في تلك المنطقة، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك من السنة أنك إذا نزلت منزلا أخي الكريم فتقول أنك إذا نزلت في قرية من القرى قبل أن تنزل تقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. بداية تقول: اللهم رب السماوات وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلن، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلل، أسألك خير ما في هذه القرية وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر ما في هذه القرية وشر ما فيها. وذلك تكتفي شرها وشر اسمها. إذا كان اسمها اسم سيء فإنك تكتفي بهذا الدعاء بإذن الله. ولذلك السنة النبوية من كل أوجهها مهمة جدا إخواني، حتى
السنة، سواء كانت سنة واجبة أو سنة مستحبة أو سنة يعني أقل من ذلك درجة، كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون عن السنة أهي واجب، هل هي من باب الواجب أم من باب الاستحباب، وإنما كانوا يبادرون في عمل ما يوجه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أنا أقول هذا الكلام؟ لأنك فعلا أحيانا تنزل منزلا ولم تسأل الله الخير، فأنت تتضايق بالإقامات وتجديد والأجار والبهدلة، ما كانت المنطقة حقيقة خيرا لك. لماذا؟ لأنك أنت لما نزلت قبل أن تنزل في المطار يجب أن تقول هذا الدعاء: يا أخي اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. أنك تستعيذ بالله، لأن الملك كله لله والأمور كلها بيد الله عز وجل، فكيف تغفل عن هذا؟ بعدين إذا أنت نزلت تأتيك مصائب الإقامات ومصائب التجديد، حتى العمل لا بد لك من تصريح، حتى مش عارف إيه، وتضيق عليك الدنيا. لذلك كنا نقول: اللهم حبب إلينا تركيا كما حببت إلينا السعودية أو أشد. هكذا كنا ندعو ولا زلنا ندعو، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. ألم يقل هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني؟ ولذلك يعني الاسم الطيب فأل طيب، والاسم السيء فأل سيء، وأنت تستعيذ بالله من هذه الأمور من خلال الأذكار، فأنت في كل الأحوال تكون في خير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. من العجائب قال: ولما وقفت حليمة السعدية على عبد المطلب تسأله رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: من أنت؟ قالت: امرأة من بني سعد. قال: فما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: بخ بخ، سعد وحلم هاتان حلتان فيهما غناء الدهر. يا سلام، رأيتم هذا المعنى الجميل وهذا التفاؤل من عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام رضيعا سألها: من أين أنت؟ قالت: من بني سعد، يعني فيها السعادة، ولذلك من كان اسمه سعد دائما سعيد، ومن كان اسمه سعيد دائما يعني تمر عليه السعادة وتكون نهايته سعادة. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالأسماء الطيبة. فقال: وما اسمك؟ قالت: حليمة. فقال: شوف، تفاءل عبد المطلب من هذين الاسمين، قال: بخ بخ، وهذا اسم فعل بمعنى أتعجب أو أفرح أو أسعد، اسم فعل. بخ بخ. وهناك اسم فعل أحزن مثل هيهات أي بعدا، لكن هذا الآن بخ بخ هو اسم فعل بمعنى أفرح وأسعد. فقال: بخ بخ، سعد وحلم. وما صفتان؟ قال: هاتان حلتان فيهما غناء الدهر. وقد صدق من أوتي السعد فلا يأتي إليه الحزن، ومن أوتي الحلم فقد أوتي الحكمة كلها. دائما الشخص الحليم حليم وقور، حليم لا يغضب سريعا ولا يقضي القضاء سريع، وإنما يكون دائما هادئ ووقور. وهذا الاسم الجميل صفة الحلم هي صفة من صفات الله عز وجل، فربنا سبحانه وتعالى حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. فحليم هو الذي
يعني تعريف الحلم: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة. الحلم والأناة. والحلم جزء من الصبر، وفيه حكمة، وفيه تأني، وفيه عدم التعجل، فهي صفة جميلة جدا. هذه المرأة اسمها حليمة، حليمة رضي الله عنها وأرضاها. أي امرأة سميت باسم الحلم فاعلم أن فيها من اسمها نصيب، فتصبر معك على المصائب، وتصبر معك على البلايا، وتحلم عليك إذا أخطأت، ولا يعني تضرك. حلم. يا سلام يا سلام. قال: وقد رأينا من هذا عبرا فينا وفي غيرنا، والذي رأيناه كقطرة في البحر. نعم، هذا يبدو لي هو كلام صاحب تحفة المودودي باختصار، رحمة الله على العلماء، رحمة الله على العلماء. بالفعل يعني كما قصصت لكم جملة من القصص في الأسماء، فيحرص الإنسان أن لا يختار لأبنائه إلا الاسم الطيب، وإذا تزوج فلا يختار. هكذا ما كانت هناك مما ابتلينا به. نسأل الله أن يعيد إلينا الخلافة الإسلامية، حقيقة فيها خير كثير. اليوم أنت تدخل في مشاكل، لا بد أن يكون عندك جواز، ومع الجواز لا بد يكون عندك إقامة، وتدفع الرسوم. هذه من البلايا التي حقيقة قدرها الله عز وجل علينا بذنوبنا ومعاصينا، لأننا لم نحفظ مجدنا ولم نحفظ عزنا. فالمجد والعز يحتاج إلى حفظ، والله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. المهم، فالرجل إذا يذهب إلى الأمنيات فيرى مثلا غرابا أسود، يقول: أعوذ بالله، شكلهم سيرفضون إقامتي، والأيام هذه رفض كثير، إنا لله. خلاص يبدأ يحزن من الآن. هذا تشاؤم، هذا حرام، بل هو شرك، بل هو شرك. أيضا يريد أن يذهب إلى الأمنيات مثلا، فيسمع كلمة: رفضوك رفضوك رفضوك، أعوذ بالله، فيتشاءم بهذا الاسم. إذا سمع أغنية مثلا رفضوك رفضوك أو شيء من هذا القبيل يتشاءم. فهذا هو حرام، هذا هو الحرام، وهذا هو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وكان يكره الطيرة. طيب، إذا وجد شخص مثل هذا ماذا يفعل؟ إذا وجدت غرابا أو سمعت شيئا تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، وتتوكل على الله. تتوكل على الله، لا يضرك هذا الأمر. لما تخرج من بيتك تقول: بسم الله، آمنت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف هذا الحديث ما أعظمه وما أجمله وما أقواه. تقول بداية ما تخرج من بيتك تقول: بسم الله، الله، فتحت لك أبواب الخير كلها، لأن اسم الله عز وجل عظيم، وبيده ملكوت السماوات والأرض، والقلوب بيده، والأموال بيده، والخزائن بيده، قلوب العياد بيده، يفعل هو ما يشاء سبحانه وتعالى. فتقول: بسم الله، يعني أبدأ يومي وأبدأ خروجي ببسم الله. وأنت تذكر من؟ تذكر رب السماوات ورب الأراضين ورب كل شيء، الذي خلق السماء وما فيها، وخلق الأرض وما فيها، ويتحكم في كل شيء، ولا أحد يحيط بعلمه إلا بما شاء. الله عز وجل عظيم. أنت تستحضر هذه العظمة حتى لو كنت عاصيا، حتى لو كنت مقصرا، فإن الله حليم. كنا قبل قليل بالمناسبة نحن نحتاج أن نتعلم أسماء الله عز وجل ونتلذذ. يعني أحد المشايخ أفادني، قال لي: أخي برهان، أنت تعلم أن قوله تبارك وتعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. قال: إذا أردت أن تكون سعيدا في أسرتك فأكثر من قول سبحان الحميد المجيد.
سبحان الحميد المجيد، سبحان الحميد المجيد. قلت له: كيف؟ قال: لأن الله قال قبلها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فقلت: سبحان الله، استنباط جميل، استنباط جميل. وإلا لم يكن لختم الآية بهذا الاسم الجميل يعني فائدة كبيرة: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وكلنا نريد أن تكون بيوتنا مليئة بالرحمة ومليئة بالبركة والخير، فكيف الإنسان يغفل عن هذا؟ والله العظيم يا إخواني إننا في غفلة عظيمة عن أسماء الله عز وجل. فلما تقول بسم الله آمنت بالله توكلت على الله، خلاص التجأت إلى الله، توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نسيت حاجة: اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أجهل أو يجهل علي. نسيت حاجة سأتذكرها إن شاء الله. هكذا إذا قلت هذا الدعاء يقول ملك لملك آخر: كيف بك وقد أوي، أو يقال له: كفيت وهديت ووقيت. يا سلام، كفيت وهديت ووقيت، يعني شيء عظيم. ويقول شيطان لشيطان آخر: كيف بك وقد كفي ووقي وهدي. مشاهدي الأكارم، سنتوقف عن هذا الحكم، حكم الطيرة، وكيف أنها شرك بالله عز وجل، ولماذا كان الشرك، وكيف نتخلص منها. لأن القلوب والعياذ بالله معلقة بمثل هذه الأمور، الغراب. وبعض الناس يقول لك: أنا عيني اليمنى تفرفر، عيني اليمنى تفرفر، فيعتقد أنه سيأتيه خير. أو يقول لك: عيني اليسرى تفرفر، فيظن أنه سيأتيه شر والعياذ بالله. وكل هذه خزعبلات جاهلية. وبعض الناس يقول لك: تحكني يدي اليمنى، يظن أنه سيأتيه خير. أو يقول لك: تحكني يد اليسرى، يظن أنه سيوقعون به ضربا وأنه بلاء سيأتي. كل هذه الأمور خرافات من زمن الجاهلية، فلا يملك الخير إلا الله، ولا يعطي الخير إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك الخير كله آجله وعاجله، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله. اللهم علق قلوبنا بك ولا تعلق قلوبنا بغيرك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد. في هذا الأكارم، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله.